السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة كريب كتحمق الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضيرات، والامهات اللي ما فيهم اللي يبقى واقف قدام المقله يطيب لي كريب وحده بوحده. والاهم من هادشي ان مكوناتها صحيه. خديت 6 البيضات، ممكن ديروا غير نصف الكميه الا غديروا لاطه وحده. انا درت 2 لاطات، داكشي علاش درت هاد الكميه. من بعد 300 غرام ديال طحين الشوفان، ممكن تستعملوا اي نوع من الطحين بغيتو. معلقه كبيره د الملح، ومن بعد 400 غرام ديال الماء. الا بغيتو تستعملوا الحليب ممكن تستعملوا الحليب. طحنت كلشي مزيان حتى حصلت على هاد القوام. ممكن تحتاجوا كمية الحليب أو الماء أقل أو أكثر على حسب نوعية الطحين. خليت العجينة ترتاح شوية، وفي هذا الوقت شحرت قطع ديال الدجاج مع شوية خضار: بصلة، فلفلة، كورجيت، خيزو، ثوم، زيتون، شوية القزبور المعدنوس، وطبعا التوابل. ممكن ديروا الحشوة اللي بغيتوا، أي نوع من اللحوم وأي نوع من الخضار. رجعت العجينة ديالي وكيف ما قلت لكم غنقسمها على 2 لاطات. قسمت العجينة وحاولت أنني نسرحها مزيان على اللاطة. رشيت على هذوك الخضار مع الدجاج، ومن بعد شويه ديال الجبن موتزاريلا، وديروا الجبن اللي متوفر عندكم. دخلتها الفران على درجه حراره 200 درجه 15 دقيقه، وها هو الكريب ديالنا واجد. كريب سريع سهل ماهل، والمذاق يا سلام. يصلح نديروه كوجبه للعشاء او ياخذوه وليداتنا معهم في اللانش بوكس كوجبه صحيه. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا تغدى.